المساء تعلن انطلاقة رمز آخر للجعدان، أيضا المهجنات الأصايل. هناك الدرع بالإضافة إلى 800 ألف درهم وتسعيرة هجن الرئاسة الثامنة. بينما تأتي أخبار شوط المهجنات بعد أيضا هنا الفوز والانتصار ومن فاز فيه. هناك تهانينا والناموس لمالك أمتار. هادف بن حمد بن عفصان المنصوري هي من حصلت على خنجر المهجنات هنا في هذا المساء ب7 دقائق 22 ثانية وجزءا واحدا من الثانية. تهانينا أيضا لهادف بن حمد بن عفصان المنصوري. هكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام رابع الأشواط مباشرة إلى الصدارة. غيث ياتي في المركز الاول. عبد الله بن سعيد بن عامر النيادي يقدم غيث المركز الثاني. الوصول والدخول على ثاني المراكز الحذر مبارك بن محمد بن نصر العامري. نقله الى المركز الثالث. الوصول والدخول من ايهم سعيد بن راشد بن سعيد العويسي. شعفور الشعفري يتقدم. آمال أبناء السلطنة يا شعفور مع أيهم في هذا الشوط وفي هذا الانطلاق القوي مباشرة إلى المركز الرابع. أجد هنا الدخول. حبيب وصل مبارك بن محمد بن نصر العامري يبحث عن هذا الرمز الغالي. بينما نقله مباشرة إلى المركز الخامس. وصل مدمر. هذا اسم خطير. محمد بن حمد بن عبد الله بن فلاج الاكتبي ياخذ المركز الخامس. هكذا النتيجة، هكذا نتيجة الخمس المراكز الأولى. عودة إلى الصدارة، عودة إلى المركز الأول. والتغيير الذي جرى وترى هنا مع مقدمة الشوط. ياتي الحذر. مبارك بن محمد بن نصر العامري. بن نصر يتقدم. بن نصر من قدم لنا في ليلة البارحة. الليث بالفعل يقدم الحذر على المركز الأول، على الصدارة الأولى، على الانطلاق الأول، على الأداء الكبير. بينما المركز الثاني القادم هنا في ثاني المراكز ايضا وصل في هذه اللحظات وفي تحدياته القوية والعملاقة بالفعل ليتقدم بهذا التقدم. وصل تدخل ايهم سعيد بن راشد بن سعيد العويسي. يتقدم شعفور، يتقدم شعفور. ينطلق من مركز الى اخر يبحث عن الفوز والانتصار، يبحث عن هذا الدرع، يبحث عن هذا الدرع. بينما غيث ياتي في المركز الثالث. يتقدم عبد الله بن سعيد بن عامر النيادي. ما شاء الله تبارك الله، ثلاثية جميلة، مثلث ذهبي خطير 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 للغاية. سرعة فائقة، انطلاق ايضا موفق مع هذه الاسماء القوية. 1500 متر، 1500 متر، كيلو ونصف الكيلو المتبقي عن الدرع، عن 800 ألف درهم. لمن القادم وصل بن خموشة، وصل بن خموشة ليتقدم مع هذا الاسم وليصل في هذه اللحظات من خلال تواجد ايضا رعد عبد الله بن مظفر بن خموشة العامري. ولكن مدمر بن فلاج يتقدم مع مدمر محمد بن حمد بن عبد الله بن فلاج الاكتبي. الله يا هي تحديات الاصايل، يا هي انطلاقتي. مدمر بدا يدمر، بدا يسير في الكيلومتر الاخير. الله وصلت الاسماء، وصلت التحديات الكبيره. وصل ايضا هنا معزم مسري بن عبد الله بن ياعد وصل. ولكن الذئب
الذيب محمد بن سلطان بن مرخان يصل بن نصرة، يدفع بورقة أخرى يقدم نقد. مبارك بن محمد بن نصر العامري وصل بن غدير ليقدم لنا مصحصح حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي، ولكن مدمر اسرع، مدمر روح مدمر، هير الى وين؟ الى الدرع، الى وين؟ الى ال 500 متر الاخيره. ما شاء الله تبارك الله. هل الزيد ينتظرون هذا السلام، ينتظرون هذا الفوز والانتصار. سلام مدمر، سلام يا مدمر، سلام. محمد بن حمد بن عبد الله بن فلاج الاكتبي يصل في هذه اللحظات، ينطلق في هذه اللحظات، ينفرد في ال 200 متر الاخيره. الرمز الغالي هنا يكفي بان يحمل اسم زايد الخير، طيب الله ثراه. هكذا مدمر، تهانينا، حيو يستاهل التحيه. المركز الثاني وصل مصحصح لحمد بن راشد بن غدير الاكتبي. المركز الثالث الذيب محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي، بينما اللي في المركز الرابع الوصول والدخول من ادهم مبارك بن احمد بن مايد الخيالي. المركز الخامس كان مبارك بن محمد بن نصر العامري. هكذا مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام، متابعي قناتي ياسر الرياضيه، متابعي قناتي دبي ريسنج، شوط المهجنات الجعدان المفتوح يذهب هنا مع مدمر، يفوز مدمر وينطلق هنا. لحظات الإعادة بالتوقيت الزمني حيث قطع مسافة السباق في 7 دقائق 20 ثانية، جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن حمد بن عبد الله بن فلاج الاكتبي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل مصحصح لحمد بن راشد بن غدير حيث قطع مسافة السباق في 7 دقائق 23 ثانية، جزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس لأيضا الواثق حمد بن راشد بن غدير الذيب من حل ثالثا هنا ب7 دقائق 23 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن سلطان بن مرخان على فوز الذيب بالمركز الثالث. تهانينا والناموس. لما يحضر